امتى ابدا مشروعي؟ شوف يا سيدي، انت مبدئيا عشان تبدأ مشروعك لازم تكون عارف في المقام الاول انت هتبدأ في ايه. يعني لازم تكون عارف انت مين، نقاط الضعف بتاعتك ايه الحاجة اللي شاطر فيها، ايه الحاجة اللي ممكن تتميز فيها في المجال اللي انت هتقدمه. يعني ما ينفعش انك انت مثلا تكون شغال في مجال زي هنفترض مجال الهواتف او الموبايلات، وتيجي فجأة تقرر انك انت تشتغل في مجال السيارات. ده مجال وده مجال. انت شاطر في حاجة معينة هتشتغل عليها ان انت تطلعها بالشكل الكويس. يعني انت مثلا كمحمد خالد بتعمل الشغل بتاع الريفيوز بتاعت الموبايلات، وفاهم في الموبايلات والموبايل اكسسوارز والسوفت وير والهاردوير. حاجة زي دي هتشوف ايه اللي موجود دلوقتي في الوقت الحالي في السوق بتاعك اللي تقدر تقدمه هيكون مختلف تماما عن المنافسين اللي موجودين معاك في السوق. ومش بس كده، ايه اللي انت تقدر تعمله بشكل متميز جدا ودقيق. على سبيل المثال لو افترضنا انك انت هتشتغل في الاكسسوارز، هتدور على نوع من الاكسسوارز اللي مش موجودة في مصر او مش موجودة في السوق اللي انت موجود فيه، سواء مصر او ايا كانت بلد او ايا كانت البلد بتاعتها. تمام. لو هنشتغل على الريفيوز للموبايلات، فانت هتحتاج انك انت تشوف اكتر شركات مش اخده حقها في السوق وتشتغل عليها، او براندات جديدة او حاجات تكون بري اوردر، حاجات لسه ما نزلتش السوق، هتحاول ان انت تعرضها بشكل متميز عن اللي موجودين.